كل دولة يعني وقوتها المجتمعية خاصة داخليا تكون مبنية على على واحد الخاصيتين: العدالة، لأنه العدالة هي اللي تمس حياة المواطن كل يوم دائما. هذا هو قيمة العدالة. يعني العدالة عندها تأثير مباشر على المواطن العادي والمواطن البسيط والمسؤول الكبير والصغير وهكذا. والإعلام، لأنه الإعلام يرفع هموم المواطن إلى السلطة، ماشي ما تريده السلطة من المواطن. هاد الزوج بزاف مهمين. ثم نجو لدور المدرسة، التعليم، التربية، الصحة، دور المسجد، المؤسسات كلها وهكذا. علاش قلت لكم هكذا؟ كاين واحد الظاهرة وقعت لنا هاد اليومين 3 أيام اللي فات. وشنو هي؟ تتمثل في حبس وسجن أو توقيف الكاتبة والصحفية كاتبة زينب ملزي، اللي هي زوجة الصحفي والكاتب غرمول. علاش؟ لأنه انتقدت أو علقت في الفيسبوك على ابتسام حملاوي المسؤولة في الجزائر. وطبعا المسؤولية في الجزائر ما تجيش عن طريق الكفاءة أو عن طريق ما قدمته على الباركور ديالك وكذا، لا، تجي عن طريق التعيينات والتليفونات، وهذا يحطك وهذا يجيبك، وفيها يعني دخلات وخرجت بدون تعمق. المسؤولية في الجزائر ماهيش تكليف وكذا، هي مسؤولية تشريف. فقلت لك هذه جابوها على قتلها، دخلوها للحبس. الخطير وين راهو؟ انهم دخلوها بالتليفون، رفدوها دخلوها سجن قليعة وخرجوها بعد 24 ساعة بالتليفون. بمعنى انه مساوئ ومهازل ما تعيشه المنظومة الحاكمة او الفوضى الحاكمة في الجزائر يتلخص في هذا المشهد. يعني يدخلوك بالتليفون يخرجوك بالتليفون. طبعا ماشي من حقهم اصلا يوقفوها ولا يحبسوها ولا يدخلوها للسجن، ولكن الأخطر من هذا أيضا ستخرج بالتليفون. بمعنى أنه قاضي التحقيق والنائب العام والعدالة في الجزائر كلها مبنية على التليفون، كلها مبنية على ثقافة التليفون، لا قانون ولا أي شيء، كلها مبنية على التعليمات. هل هذا خطر؟ طبعا خطر. هذا على مسؤولة كبيرة، على كاتبة كبيرة ومسؤولة كبيرة. هذا على كاتبة كبيرة ومسؤولة كبيرة صرا هذا الموضوع. تخيل المواطن البسيط اللي يجيبوه يحقروه على واحد ينتقد السلطة، ما عنده لا علاقات، ما عنده إعلام، ما عنده والو. كيفاش الحل ديالو؟ هذا نموذج صغير ما سيعانيه المواطن إذا ما نفضناش الغبار على روحنا. هذه عبارة عن عصابات، هذو عبارة عن يعني حثالات لا قيمة لهم ولا أخلاق لهم ولا رجولة لهم ولا كرامة لهم ولا والو. يعني هذه كان ماشي صحفية وكاتبة ومعروفة، يعني راهي في السجن الان ومظلومه، ويديروا لها قوانين هكذا، ويديروا لها يعني ماده 7/8 مكرر، ويديروا لها باهانه هيئه نظاميه. هذه تعطيكم نموذج صغير ما تعيشه المنظومه السياسيه في الجزائر. ولكم وسع النظر. السلام عليكم.